يا قلب الدكتوره من جوه جايبه لك النهارده كريم تحفه سحر، فيه يوريا، فيه هيلورونيك اسيد، فيه نياسياميد، وفيه بانسينول، وفيه فيتامين سي وفيتامين اي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الشورت فيديو بتاعنا بيتكلم على الهيبتا بانسينول. اما بالنسبه للدخله اللي انا دخلتها عليكم دي دخله المتابعين، كذا حد من المتابعين بعت لي فيديوهات لبلوجر بتتكلم بالطريقه دي. طبعا انا مستاءه جدا يعني ان الدكاتره يتكلموا بالطريقه دي. احنا لينا وقرنا ولينا هيبتنا، ومفترض ان احنا بنتكلم بطريقه تانية خالص، وانا ماليش دعوه. ولكن انا حبيت اقول لكم، انا عارفه ان انتوا باعتين لي الفيديوهات دي علشان اصور من الصيدليه واقول لكم الحاجه، يعني زي الفيديو اللي الفيديوهات اللي هي بتقدمها. الفيديوهات اللي بتقدمها انا والله شفت 3 فيديوهات مختلفين عن بعض، ال3 باين قوي ان هم اعلان، يعني باين ان اعلان. انما انا لما بعمل فيديو بعمله بمصداقيه، ويكون حاجه انا جربتها وحسيت انها كويسه. انا مش هستفاد اي حاجه منها، ولا الشركه بتاعه المنتج ادتني فلوس مثلا لما عملت الليميت ليست، لا خالص خالص خالص، ما كانش ليا اي دعوه. انا فعلا جربت المنتج والمنتج حلو جدا وبيجيب نتيجه كويسه. عشان كده انا عشان المصداقيه انا بقول لكم الحاجه اللي انا جربتها علشان تجربوها معايا. الهيبتا بانسينول ماكس وانا بجربه اهو. دي الانبوبه بتاعتي انا شخصيا، ودي الانبوبه الجديده اللي هنجيبها اهي. الهيبتا بانسينول ماكس فيه هيلورونيك اسيد ونياسياميد، فيتامين سي وفيتامين اي وكولاجين، بانسينول مستخلص الشوفان والزبادي، منتجات كده. اللي عمل الكومباينيشن ده فنان. طبعا الكولاجين انا هعمل عنه فيديو لوحده، وده علشان الخطوط الرفيعه وتاخر علامات ظهور تقدم السن. بانسينول للترطيب، كمان الملمس بتاعه مش اويلي خالص، مش زيتي، فبالتالي بيمتص بسرعه جدا، ينفع تحطيه على وشك. بانسينول بنسبه 5%، فترطيب عالي جدا. فيتامين سي وفيتامين اي يعني نضاره 100%. كمان موجود فيه زي ما بقول لكم الشوفان علشان يهدي اي حكه، او لو في تحسس للمواد، اي ماده فعاله موجود فيه الشوفان والزبادي. فعلا بجد جربوه تحفه. الناس اللي فوق ال 35 سنه بتبقى عارفه ان نسبه الكولاجين بتاعت بشرتها وجلدها بتبدا تقل، ان الجسم يقدر يفرزها، فبالتالي ده بيبقى حاجه كده وهميه. ارجع واقول يا جماعه، اي حاجه بناخدها خارجي بتبقى 25% من العلاج، 75% من العلاج. انا قلته في كذا فيديو فاتوا، وخصوصا في الفيديو اللي فات هسيب لكم اللينك بتاعه في اخر الشورت. لازم ننام كويس، لازم ناكل صح، مش ناكل كويس، ناكل صح. لازم نرفع مناعتنا. اللي حابب يشوف الفيديو هسيب اللينك بتاعه في اخر الشورت فيديو ده. وبس كده، ده اللي انا كنت عايزه اقوله النهارده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. متنسوش اللايك والسبسكرايب.